الو. ازيك؟ اخبارك ايه؟ واخبار الاسره الكريمه ايه؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. ايه؟ حاسس انك تعبان شويه؟ اه، يبقى اكيد واخد دور برد من اللي لافف على الناس كلها بسبب تغيير الفصول ده. لا، انت حاسس انك تعبان نفسيا؟ مالك يا ابني؟ مين مزعلك؟ ايه ده؟ مفيش حاجه مزعلاك، بس انت عايز تروح تكشف عند دكتور نفساني علشان نفسيتك مش مرتاحه؟ اه قلت لي ماشي يا عم، ربنا معاك، يلا سلام 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 سلام. انا ما بقتش فاهم الناس جرالها ايه، ادي واحد عايز يروح لدكتور نفساني ومش عارف هيقول له ايه اصلا. وبعدين يعني معروف ان لما يكون عندك برد بتروح لدكتور وبتشتكي من الاعراض، وهو يكشف عليك ويشوف المشكله فين وعلى اساسها يكتب لك العلاج. ودي طريقه علاج اي مرض البشريه عرفته، الدكتور يكشف على المريض ثم يشخص المرض على اساس خلل عضو في الجسم وعلى اساسه يكتب العلاج. نيجي بقى للطب النفسي ونجرب نطبق الخطوات دي ونسال سؤال حلو قوي: ايه الخلل العضوي اللي لما يحصل في جسمك نقول على اساسه انت كده مريض نفسي ومحتاج تتعالج؟ يعني باختصار هنعالج النفس ازاي؟ في القرن ال17 تقريبا وبالتزامن مع عصر النهضة بأوروبا كان الطب بدأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويتطور لحد ما وصل لشكله الحالي. وطبعا التقدم الطبي والكشف عن الأمراض وتصنيع أدوية فعال علشان تعالج الأمراض دي كان محتاج لتقدم علمي كبير وأبحاث علمية كتير، وده اللي بدأ العلماء يشتغلوا عليه واستمروا فيه حتى وقتنا هذا. بس تعرف، بالرغم ان الطب العضوي حصل فيه تطور كبير في العقود اللي فاتت، إلا إنه كان حاجة بتتمارس من آلاف السنين أيا كانت الطريقة اللي الناس بتتعالج بيها، زي الأعشاب مثلا والوصفات الطبية والعمليات الجراحية البسيطة. إلا إن الطبيب وقتها كان شخص مشهور جدا وليه تقديره واحترامه ما بين الناس. بس المشكلة بقى كانت مع الطب النفسي. الأمراض النفسية مش أمراض عضوية ظاهرية بحيث إنها تتعالج أو تتشخص على إنها مرض، لا دي أمراض بتحتاج فحوصات معينة وطرق محددة للتشخيص. وطبعا لأن الطرق والفحوصات دي كانت متأخرة وبدائية جدا زمان، فكان الطب النفسي شبه ملغي أو مش موجود، أو بمعنى أدق كان الناس بيفسروا اللي بيحصل ده على إنه حاجات لا دنيوية. يعني مثلا في حضارات زي المصرية القديمة والبابلية والهندية كان الناس بيشوفوا إن المرض النفسي ده ما هو إلا أرواح شريرة سكنت جوه جسم المريض أو عقاب إلهي لشخص ما، وكانوا بيستخدموا في العلاج حاجات تقليدية وعادات دينية زي الرؤية مثلا أو تقديم قرابين للآلهة علشان تطرد الأرواح الشريرة دي، أو إن هم يستخدموا أعشاب ومواد طبيعية اللي في اعتقاداتهم إنها تطرد الأرواح الشريرة دي. واستمر الموضوع ده لسنين طويلة لحد ما جه الفيلسوف والطبيب اليوناني أبيقراط. الراجل ده بقى دمر الخرافات اللي كانت منتشرة عن الأمراض النفسية وحاول يفصلها عن المعتقدات الدينية، وكان هو أول واحد فسر المرض النفسي بشكل واقعي بعيد عن الديانات والأرواح الشريرة. وقال ببساطة إن المرض النفسي بيجي بسبب حدوث لخبطة واضطراب في سوائل الجسم الأربعة، واللي هم الدم والبلغم والصفرة والسوداء. لكن لو مشينا بالزمن لحد ما نوصل للعصور الوسطى بأوروبا هتلاقي برضو فكرة الأرواح الشريرة والسحر والشعوذة رجعت من تاني، وده كان بسبب سيطرة الكنيسة على أوروبا وقتها، وبالتالي سيطرة المعتقدات الدينية في علاج الأمراض النفسية من تاني. لكن لو بصيت في نفس الوقت على البلاد الإسلامية واللي كانت بالمناسبة في العصر الذهبي وقتها، هتلاقي مجموعة من الأطباء كانوا بيحاولوا يحطوا تفسير حقيقي للموضوع ده، زي مثلا ابن سينا صاحب كتاب القانون في الطب، واللي ناقش فيه الحالات النفسية للإنسان وتأثيرها على الصحة العامة، وعرض بعض الطرق العلمية والمنهجية لعلاج الأمراض دي. وعندك كمان أبو بكر الرازي اللي ساهم كتير في الطب وفسر وشخص كتير من الأمراض والاضطرابات النفسية وحط طرق لعلاجها، وجمع في الطرق دي بين العلاج الروحي والنفسي والجسدي. ده حتى كان بيعالج بعض المشاكل النفسية بالموسيقى. مش كده وبس، ده كمان وصل المسلمين وقتها لإنشاء أول مستشفى للعلاج النفسي، وهي مستشفى الرشيد ببغداد. وكانت المستشفى دي صرح كبير جدا وبيتعالج فيها المرضى بأساليب متقدمة. في بداية القرن ال18 بدأت تتشكل ملامح الطب النفسي كتخصص علمي، وبدأ الدكاترة بأوروبا يبصوا باهتمام أكتر للمريض النفسي، زي مثلا الدكتور الفرنسي فيليب بينيل، واللي طالب بالنظر بشكل واقعي أكتر للمرضى النفسيين ومساعدتهم على التعافي لأنهم بشر محتاجين يتعالجوا. وفي القرن ال19 أخيرا اتأسس الطب النفسي كتخصص علمي، وبدأت تظهر الأبحاث والنظريات الطبية والعلمية الحقيقية اللي بتفسر الأمراض النفسية، زي مثلا العالم إيميل كريبلين اللي فصل بين أمراض نفسية زي الفصام والهوس الاكتئابي. ومن بعدها بدأت المصحات النفسية تظهر بشكل رسمي كمؤسسات مستقلة. وفي القرن العشرين بقى بدأ الطب النفسي يظهر بشكل أوسع وأوضح،
وبدأت تظهر أدوية وأساليب علاجية مختلفة لعلاج الأمراض النفسية. وكان من أهم الأطباء النفسيين المعروفين في الوقت ده العالم سيغموند فرويد، واللي حط نظرية التحليل النفسي، النظرية اللي بتساعد في تفسير وتحديد المشكلات النفسية وعلاجها. لكن بقى بالرغم من تطور الطب النفسي، إلا إن لحد دلوقتي في ناس كتير برضو بتشكك في فعاليته. ومن أكتر الناس اللي شككت في فعالية الطب النفسي هو الدكتور ديفيد روزنهام، واللي بالمناسبة هو دكتور نفسي برضو في جامعة ستانفورد. المهم بقى الراجل ده عمل تجربة روشة قوي سنة 1972. جه هو وسبعة تانيين من أصحابه الدكاترة وتلاميذهم وقال لهم إحنا هنروح لمصحات نفسية ونشتكي من أعراض عشوائية لأمراض نفسية، يعملوا نفسهم مرضى نفسيين يعني وكده، ونشوف بقى هل الدكاترة هناك هيعرفوا إن إحنا مرضى مزيفين ولا لأ. اللي حصل إيه بقى؟ كل المصحات اللي راحوها شخصتهم بمرض فصام الشخصية، وحجزوهم كمان وادوهم أدوية لحد ما يخفوا. إيه ده؟ هم طلعوا مرضى بجد؟ اصبر بس عليا. المهم بعد فترة يروحوا للدكاترة ويقولوا لهم إن هم خفوا وبقوا تمام، ممكن نخرج بقى. الدكاترة تقول لهم إيه؟ خفتوا؟ انتم لسه مرضى يا بنت وهو، يلا على العنبر بتاعك انت وهو يا مجانين. المهم بعد التجربة اللذيذة دي دكتور روزنهان عمل لقاء مع البي بي سي، وقال ان هو ما كانش متخيل ان الدكاترة هناك يجبروه ان هو يقعد في المصحة شهرين كاملين بالرغم ان هو عاقل، وبعدها ينشر تجربته في مجلة ساينس الأمريكية ويضرب مفك في الطب النفسي ومستشفيات ومصحات الأمراض النفسية، ويقول إن الطب النفسي الحديث ما عندوش أسس فعالة في تشخيص الأمراض النفسية، أو إيه يثبت صحة تشخيص الأمراض النفسية دي. ومن بعد ما نشر تجربته الدنيا اتقلبت، وتيجي مستشفى من اللي دكتور روزنهان عمل فيها تجربته وتتحداه إن هو يكرر التجربة تاني، ويبعت ناس عقلاء بيدعوا المرض وهم هيقفشوه. يروح دكتور روزنهان يقبل التحدي ويقول لهم في الكام الاسبوع الجاي هبعت لكم ناس ووروني هتطلعوهم ازاي. تعدي الايام والاسابيع والمستشفى تبعت لدكتور روزنهان 41 شخص وتقول له اتفضل المرضى المزيفين بتوعك اللي انت بعتهم اهم. الدكتور روزنهان يسكت بقى ويلم الدنيا ويبطل يكسفهم؟ لا، ازاي؟ ده يقول لهم انا اصلا ما بعتش حد. وخلي بالك ده طبيب نفسي بيشك في اكل عيشه وبيقول ان ده في شنك واي كلام. ساب ايه بقى للبشر اللي زينا يشكوا فيه؟ وبس كده. ما تنساش بقى لو الحلقه عجبتك تعمل لايك وشير وتقول لنا رايك في الكومنتات. هل انت شايف الطب النفسي حاجه حقيقيه ومؤثره ولا حاجه بيضحكوا بيها علينا؟ وعلى فكره كان معاكم مصطفى محمود، واشوفكم في حلقات جايه. سلام.